السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا. كنت ناوي أسوي فيديو كامل عن موسم ليفربول السيء مع المدرب أرني سلوت، وشو ممكن ينتهي هذا الموسم، لكن فجأة يطلع محمد صلاح وبينسف كل الأوراق ويلخبط الدنيا بخبر قد تكون مباراة برايتون هي آخر مباراة لمحمد صلاح مع ليفربول. شو التفاصيل؟ خلينا نشوف. اشتركوا بالقناة ونبدأ مع بعض. أتمنى تشاركونا بالتعليقات قبل ما أبدأ الحكي. أتمنى كل من يشاهد هذا الفيديو يشترك في القناة ويشاركنا بالتعليقات ورأيه في الموضوع. طبعا مع نهاية الموسم الماضي صار في عروض لمحمد صلاح من الدوري السعودي خصوصا أنه ممكن ينتقل وبمبالغ طائلة، لكن إدارة ليفربول ما حابة تتفرط بمحمد صلاح الأسطورة المصرية في البريمير ليج، وجددت عقد اللاعب لمدة سنتين. فجأة بنشوف مع تغيير المدرب تغيرت خطة الفريق وصار محمد صلاح هو لاعب دكة. يطلع محمد صلاح مع قناة سكاي نيوز وبيحكي كل ما في داخله. محمد صلاح قال بتصريحاته: أنا للمباراة الثالثة على التوالي ألعب دكة، أنا جددت عقدي بالصيف والإدارة وعدتني بوعود كثيرة وما أشوف من وعودها شيء. وجودي على الدكة يبدو أنه أحد وعودها. طبعا محمد صلاح الأسطورة المصرية اللي حقق مع ليفربول كل شيء، حتى لقب الدوري اللي غاب عن خزائن ليفربول لمدة 30 سنة. كان محمد صلاح النجم الأول وحجر الأساس بتحقيق لقب الدوري وكسر عقدة اللقب. كيف بتفرط بأسطورة مثل محمد صلاح؟ هل محمد صلاح صار عبء على الفريق لهذه الدرجة؟ هل النتائج، يعني أنا أعطي الحق الكامل لمحمد صلاح بكلامه، هل النتائج اللي قاعدة تصير بمباريات ليفربول بنتائج ليفربول هل محمد صلاح هو المسؤول عنها؟ طبعا لا. أولا استقبال الأهداف، يعني اليوم حتى أليسون بيكر هبط مستوى. الحارس اللي تعاقدوا معه مامارداشفيلي أيضا بيستقبل أهداف. يعني اليوم رؤية سلوت أنه مامارداشفيلي مناسب لأسلوب ليفربول. فانا بدات من الحارس. الدفاع فان دايك ضعيف جدا عن مستوى، سواء بالمساعده بالضغط بالدفاع عن المرمى. كل هذا كنا نشوف بمواسم ليفربول الجيده، كنا نشوف لاعبين لهم تاثير كبير جدا على اداء ليفربول. تجي طالع محمد صلاح من التشكيله وتلقي اللوم عليه، فهذا شيء غير مقبول بالنسبه لجماهير ليفربول، غير مقبول بالنسبه للجماهير العربيه اللي تتابع محمد صلاح. يعني انا شخصيا بصراحه احكيها، اخر مباريات ليفربول بدون محمد صلاح انا كثير دقائق منها واشواط منها ما تابعتها. انا لما اتابع ليفربول عشان محمد صلاح. فاليوم اللاعب اللي قدم لك المتعه حتى ولو غاب 80 دقيقه ب 10 دقائق اللي قدمه يفرق معك 180 درجة. محمد صلاح من اللاعبين الأذكياء، من اللاعبين اللي قادر يخلق لك فوضى بالدفاع عن الخصم. يعني الفرق اللي بتواجه ليفربول بتحط خطتها بالبداية مواجهة محمد صلاح وإبعاد محمد صلاح عن وقطع التواصل بينه وبين زملائه بالملعب، وبعدها تبني خطة الدفاع والهجوم بعيد عن صلاح. فكيف أنت بتهون المسألة، بتسهل المسألة على فريق الخصم وبتطلع محمد صلاح من التشكيل، ما عندك أي لاعب حتى بقمة مستواه يقدم اللي ممكن يقدمه محمد صلاح بلحظة خرافية، بلحظة ذكية من اللاعب. يعني اختراقاته من اليسار باتجاه العمق وتسديده من تسديدات محمد صلاح الخرافية ممكن تقلب لك النتيجة 180 درجة. فاليوم أي لاعب وين ما كان، بغض النظر عن ليفربول، اي لاعب وين ما كان لو كان سابقا مساهم معك بتحقيق بطولات سواء بالدفاع بخط الوسط بالهجوم، فمستحيل يتقبل فكره انه يجلس على الدكه. فكيف بالنسبه للاعب اسطوري مثل محمد صلاح، اللاعب يعني نمبر 1 على تاريخ ليفربول، فبغض النظر عن انه لاعب عربي، فطالما عندك هاي النظره انه هذا لاعب عربي لاعب اجنبي بالنسبه لي، فليش انت جددت عقده من الاساس؟ يعني اجبرت اللاعب على تجديد عقده، اوقفت
مسيرته وأداؤه. محمد صلاح طبعا ما كان يسجل، لكن مو نهاية مسيرة محمد صلاح. محمد صلاح ما زال عنده الكثير اللي يقدمه، ما زال عنده اللحظات الفارقة اللي تقلب لك الموازين. انت لازم تبني التشكيل كمحمد صلاح حجر اساس، وبعدها تبني حوالي التشكيله اللي ممكن تقدم لك النتائج اللي انت لازم تبنيها. طالما انت مدرب جديد وجاي تبني مشروع بليفربول، عندك لاعبين شباب، عندك تعاقدات جديده، فالمنطق بيقول انه لازم تبني تشكيله بوجود لاعبين خبره. يعني اليوم فان دايك لاعب خبره، عندك ماك اليستر بالوسط لاعب خبره، عندك اللاعب اللي لازم يحسم لك المباراه. لو انت بنيت دفاعك وخط وسطك بشكل صحيح، لازم يكون عندك اللاعب الخبره بالهجوم اللي يفك لك شفره الفرق اللي تلعب بطريقه دفاعيه. ليدز يونايتد سجل عليك بالدقيقه 97 هدف التعادل، يعني شيء غريب جدا. كنا نشوف هذا الشيء عند ليفربول. ليفربول لما كانت تتعقد الامور كان هو اللي يسجل بالوقت بدل الضائع، اليوم هو اللي يستقبل بالوقت بدل الضائع. طبعا انت بنيت التشكيله بدون محمد صلاح، لازم انتظر منك نتائج جيده لحتى تثبت لي انه محمد صلاح هو السبب بالنتائج اللي عم تصير. فانا اليوم لا، بعد اللي شفته بدون وجود محمد صلاح، اقول المشكله في المدرب ارني سلوت. اسال اي مشجع بالعالم حاليا، هل تؤيد بقاء سلوت ورحيل محمد صلاح او بقاء صلاح ورحيل ارني سلوت؟ مباشره راح يجاوبك رحيل ارني سلوت، لانه منطقيا محمد صلاح حتى اخر لحظه مع يورجن كلوب كان محقق ارقام ممتازه، والمدرب ايضا كان عم يجيب لك نتائج وبطولات. فاليوم لا بطولات ولا محمد صلاح قاعد يحقق لك شيء. محمد صلاح ذكر انه كان في علاقه جيده جدا مع المدرب ارني سلوت، فجاه انتهت العلاقه. في حدا ضمن هذا النادي ما بده اياني، ما صرح من هذا الحدث، لكن هل هي الاداره؟ طيب الاداره ليش جدد عقد اللاعب طالما راح تحطه دكه، راح تعتبره هو السبب الاساسي بفشل النادي؟ طيب الاداره تعاقدت مع كل هدول اللاعبين بمبالغ 500 مليون واكثر، كان فيها تترك محمد صلاح يشوف باقي مستقبله سواء بالسعوديه، سواء كان ممكن تجي عروض خياليه من فرق اوروبيه. يعني محمد صلاح ما زال عنده العطاء اللي يقدمه. فكيف انت اليوم في الانتقالات الشتويه راح تتعامل مع مشكله محمد صلاح؟ هل محمد صلاح راح يرضى بالبقاء بعد هذا التصريح؟ هل انت راح تتقبل محمد صلاح كما هو محمد صلاح سابقا بعد هذا التصريح؟ اكيد لا. يبدو ان الامور وصلت لنهايتها، يبدو انه طفح الكيل عند محمد صلاح وما عاد قادر يتحمل اللي عم يصير. انا اشوف محمد صلاح قادم على كأس العالم، قادم على افريقيا، والانتقالات الشتويه ما زالت على ابواب. فاستغل الوقت، التوقيت مناسب، جاي الانتقالات الشتويه، انا لازم العب كل المباريات القادمه حتى اوصل لكاس العالم بقمه عطائي واقدم شيء لمنتخب مصر، اظل على نفس اللياقه البدنيه، نفس العطاء. فانا بليفربول يبدو اني ما عاد لي مكان، لازم الاقي فريق يعطيني الدقائق الكافيه، يعطيني الوقت الكافي. احتاج فريق العب معه كل الوقت وكل المباريات القادمه حتى اوصل لكاس العالم بقمه مستواي، اوصل منتخب مصر مع اللاعبين الموجودين طبعا لادوار قادمه، اقدم في اخر مسيرتي طبعا مع كاس العالم القادم. محمد صلاح راح يوصل 35 و36، ممكن نشوف فريق يكمل مسيرته فيه كنهايه لمسيرته ومو مطلوب منه اي شيء الا المساهمه والاهداف. لو جاءت لحظات لمحمد صلاح فممكن نشوف سنتين او سنه وبعدها ممكن يعتزل، لكن المهم الان الوصول لقمه اللياقه البدنيه قبل كاس العالم، وهذا هدف محمد صلاح. ما لازم محمد صلاح يقعد على الدكه. اللاعب طموح، اللاعب عملي، مو قادر يتقبل وجوده على الدكه.
طلع بهذا التصريح بالتوقيت المناسب. أنا لازم الإدارة تلاقي لي حل أو أخرج. ممكن تكون مباراة برايتون سواء شاركت فيها أو لا، ممكن تكون الأخيرة. اللاعب اتصل بوالدته مشان تجي على إنجلترا لأنه ممكن يودع جماهير ليفربول بمباراة برايتون. أكيد إدارة ليفربول بعد سماع هذا التصريح ما راح تهمل اللاعب، أكيد راح تجلس معه وتلاقي حل، إما خروجه مع قدوم أي عرض مناسب لإدارة ليفربول. أكيد دائما الأندية بتفكر بالعروض اللي هي تناسبها مو اللي تناسب اللاعب، لكن مع نهاية الانتقالات الشتوية ممكن نشوف محمد صلاح خارج ليفربول. لكن أنا شخصيا أتمنى خروج سلوت حتى يرجع ليفربول مثل ما هو. وبالنهاية حتى لو خرج محمد صلاح راح يخرج أرني سلوت، وأنا متأكد من هذا الكلام. ما شفت نسخة سيئة لليفربول إلا مع وجود سلوت. طبعا إدارة ليفربول ما بتغير مدربين كثير، لكن ليفربول مر بمستويات هابطة مع كلوب، لكن رجع تعافى، رجع عدل الوضع. بس هاي النتائج وهذا الترتيب لليفربول اليوم، يعني مع تعادله مع ليدز يونايتد خسارة نقطتين رجع للمركز الثامن، وكان ممكن يوصل لعدد نقاط تشيلسي، لكن فرق بأربع مراكز بنقطتين. يعني بعد تسجيل الهدف الثالث لليفربول كان لازم يضغط أكثر حتى يحافظ على هذا الهدف. شفنا عم يستقبل هدف التعادل يخسر 4 مراكز بعد الدقيقة 90. فكيف بتحمل محمد صلاح المسؤولية؟ أنا أكرر، محمد صلاح 70% راح يخرج من ليفربول، لكن راح يلحقه أرني سلوت. محمد صلاح غير راضي وما أتوقع يرضى يستمر بالنادي مع وجود أرني سلوت. قصة مشابهة لقصة كريستيانو رونالدو مع تين هاج، راح كريستيانو وبعدها ما تغير شيء فرحال تين هاج. في النهاية أتمنى أشوف آرائكم بالتعليقات شو ممكن يصير، ورأيكم بالفيديو، ونشوفكم بفيديوهات جديدة. لكن اشتركوا بالقناة ودعمونا.